هو شايف إن أنت أهنته، هو شايف إن أنت قُلت له كلام جارح فيه الكثير من التنمر عليه. أنا اتشتمت كمية شتايم. من كام يوم وصلني تعليق على السوشيال ميديا من اللي هم التعليقات اللي بيخلّوك تقفل التليفون وتسيبه وتقعد تبُص للسقف. مش هاقول لك كان بيقول لي إيه بالضبط ولا كان جاي من مين، ولكني رجعت ضغطت على اسم الشخص، لقيت اسمه وصورته مع عيلته واسمه ثلاثي موجود على الحساب اللي هو عمل منه ذلك التعليق السخيف الغير مناسب. الراجل حاطط كلام جارح وقايل كلام مسيء وحاطط وشه وصورته وحياته جنب هذا الكلام بلا أي مواربة، يعني ما كانش مختبئ وما كانش خايف. وده بالظبط اللي خلاني أفكر، هو إيه اللي يخلي ناس عادية تعمل كده؟ ليه في أشخاص شكلهم الظاهر كده إن هم أشخاص محترمين طبيعيين في حياتهم العادية يجوا أونلاين على الإنترنت ويبقوا أشخاص تانيين تماما؟ أنا علاء النماوي، أهلا بيكم بحلقة جديدة من فكر بصوت عالي. ما تنسوش تشتركوا في القناة. وخليني أكون واضح، أنا مش جاي النهاردة عشان أحكم على شخص مسيء أو أطلع واحد على المسرح أو أقول لك بصوا النبي شوف الكومنتات اللي بتجيلنا على السوشيال ميديا. الحقيقة إنه أي شخص قرر إنه يحط آراءه ويتواجد على منصات الإنترنت المختلفة لازم يبقى مستعد إن هو يتحمل النقد، لأنه هو أكيد في كلام هيقوله مش هيعجب حد، وفي كلام هيعجب ناس آخرين، وفي ناس سيئة في كل الأحوال ممكن ما يعجبهاش أي حاجة ويقرر إنه أفضل طريقة يعلق بيها على اللي أنت بتعمله إنه يشتمك. ولكن الحقيقة أنا مشغول أكتر وبفكر أكتر، هي ليه الناس بتعمل كده؟ الناس بتيجي على محتوى موجود على الإنترنت يكتب كلمة تاخد منه أو جملة تاخد منه نص دقيقة، يدوس سند ويروح يكمل يومه عادي ولا أكنه أساء أو كتب حاجة ممكن تجرح الشخص اللي بيتلقاها على الجانب الآخر. السؤال هنا، هي الناس دي وحشة ولا لأ؟ لأ، السؤال في الحقيقة أعمق من كده بكتير. وعشان نفهم الموضوع ده لازم الأول أفكك لك كده كذبة إحنا بنرددها بشكل مستمر في هذا الموضوع. أول تفسير بيجي في دماغنا إنه ليه الناس بتعمل كده أونلاين، يعني لأنه هم مختفيين. والحقيقة إنه دي كانت قناعتي أنا كمان لحد فترة قريبة، لحد ما بحثت وتبحرت شوية في أسباب هذه الظاهرة الغريبة. وخليني بس أشرح لك فكرة الاختفاء. إنه الناس دايما مقتنعة إنه الإنترنت بيديك قناع، أنت مختفي ورا شاشة، فبالتالي محدش هيقدر يطولك، محدش هيقدر يجيبك، ولا هتتحمل أي عواقب لأي إساءة أنت ممكن تعملها. طبعا في العالم الحديث وفي السنين الأخيرة في بلدان كثيرة في العالم بدأت كثير من الأجهزة يعني الأمنية تشغل مباحث للإنترنت عشان تتلقى بلاغات الناس بيتعرضوا للتنمر والتحرش والإهانة والسب والقذف أونلاين، وبيتم التحقيق فيها وبيتم الوصول للجاني في كثير من الأحيان. ولكن عدد الناس أصلا اللي بتقدم البلاغات دي وتمشي في السكة دي لحد الآخر يكاد يكون لا يذكر جنب كم الإهانات اللي الناس بتقولها لبعضها على السوشيال ميديا في تعليقاتهم على أي محتوى ممكن أي حد يطلعه. وعلى قد ما التفسير بتاع إنه أنت مختفي فأنت آمن العقاب مش منتظر أي نتائج من اللي أنت بتعمله يبدو تفسير منطقي، ولكن بده باختصار بيقول لك إنه الناس بتسيء على الإنترنت لأنه ما فيش عقاب. إذا إحنا لو رجعنا العقاب وبقى في عواقب اللي الناس ممكن تعمله على الإنترنت، هل ده ممكن يغير الدفع؟ ممكن يغير الوضع اللي حصل؟ خليني احكي لك الحكايه اللي بتفسر هذا الاستنتاج صحيح ولا لا. في كوريا الجنوبيه سنه 2007 عملوا قانون جديد بعد سلسله من المآسي اللي حصلت اونلاين. عملت كوريا الجنوبيه قانون بيجبر منصات الانترنت جميعا، التواصل الاجتماعي قبل التواصل الاجتماعي طبعا 2007 ما كانش فيه كتير، ولكن المنتديات لو انتوا فاكرينها بتجبر اي حد على الانترنت اي منصه انها لازم تحصل على تحقيق الشخصيه من كل الناس اللي بيستخدموها، وان الناس لما تكتب تعليقات يبقى باين ومعروف مين اللي كتب واسمه واضح وهويته واضحه تماما، فما فيش حماده اكس 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 كتب كلمتين وغيري وسعاد 1 2 3. ولكن الحقيقه بعد ما القانون ده اتطبق لقوا انه عدد الكومنتس او عدد الكراهيه او عدد التعليقات السيئه اللي موجوده على الانترنت انخفض بمقدار ضعيف جدا يكاد يكون 1%. يعني الناس استمرت في استخدام السيء والاساءه والتجريح والتنمر على بعضهم على الانترنت رغم انهم بقوا هويتهم معروفه ما بقتش مختفيه، مفيش جدار هو مختفي حوله. يعني تقريبا القانون ما غيرش اي حاجه. وفعلا بعد عده سنوات نظرا لعدم فائده هذا القانون كوريا الجنوبيه راحت شايله القانون برمته. وكده النظريه اثبتت انها نظريه مش حقيقيه. والحقيقه ان ده خلاني افكر اكتر وخدت بالي كمان من التعليقات اللي سيئه اللي ممكن تيجي الناس. وزي ما قلت لك في الاول اللي خلاني اصلا ابدا ابحث وافكر في الموضوع ده انه لقيت تعليق سيء جدا جاي
لي من حد، ولما دخلت لقيت الراجل حاطط صورته هو ومراته وعياله كبروفايل بيكتشر واسمه موجود، وحتى لما بتدوس على الحساب تعرف اللوكيشن بتاعه في أي بلد. إذا الرجل لا يشعر بأي خزي نتيجة هذا الكلام اللي هو قاله، يعني حتى هويته معروفة وواضحة وصورته موجودة. وبعدين بعد ما بدأت أفكر في الموضوع ده ولقيت الدراسة دي، الله، أمال هو فين المشكلة؟ ببحثت شوية أكتر في الموضوع عشان نحاول نفهم فين المشكلة. لقيت إنه سنة 2012 في 2 باحثين عملوا تجربة جميلة جدا عشان يحاولوا يجاوبوا على السؤال اللي محير. جابوا 142 واحد وحطوهم يتناقشوا في مشكلة خلافية مع بعض، يعني في موضوع خلافي دايما تثور حوالين الخلافات، وعملوا الكلام ده عن طريق الشات، يعني عشان يحصل اونلاين. بس ايه، عملوا التجربة دي بحيث ان كل شوية الظروف تتغير. يعني مرة الناس تبقى مجهولة تماما، يعني محدش يعرف حد ولا عارف هو بيكلم مين ولا اسم مين الناحية التانية. ومرة الناس مش شايفة، يعني مرة عملوا الشاتنج انه الناس تبقى شايفة بعضها، ومرة عملوا الشاتنج ان الناس ما تبقاش شايفة، تبقى بس مجرد كتابة من غير اي صوت ولا صورة. ومرة خلوهم يفضلوا شايفين وباصين في عينين بعض عن طريق الكاميرات عشان يقدروا يشوفوا ايه تأثير الكلام ده على الحوار وعلى الاختلاف في هذا الموضوع الخلافي اللي هم بيتحدثوا فيه. كانوا بيحاولوا يوصلوا لايه من التجربة دي؟ كانوا بيحاولوا يوصلوا امتى الظروف اللي بتخلي الناس اكثر عدوانية وشراسة في الكلام مع بعضهم. والنتيجة الحقيقة كانت مفاجأة جدا، انه اخفاء الهوية والشخص وما تبقاش انت عارف اسم الشخص اللي انت بتكلمه الناحية التانية ما كانش هو السبب الرئيسي اللي دفع الناس انها تبقى اكثر عدوانية وشراسة. امال ايه اللي خلاهم يبقوا اكثر عدوانية وشراسة؟ السبب الرئيسي كان غياب التواصل بالعين. يعني الحالة اللي خلت الناس مش عارفين يتواصلوا بالعينين قدام بعض، هو ده الظروف اللي خلقت اكثر بيئة فيها شراسة وعدوانية لما بدأوا يتحاوروا في هذا الموضوع الخلافي ويختلفوا مع بعض. خلينا كده نفكك هذا الموضوع في 3 أسباب مهمة جدا خلت ان هو ده يكون السبب، الموضوع التواصل بالعينين يكون هو السبب ليه الناس بتبقى اكثر عدوانية وشراسة. السبب الاول ان الوش بيبقى فرامل. انت بتبقى بتكلم شخص بتقول له كلمة قاسية وهو قاعد قدامك وشايف تعبيرات وشه بتتأثر لحظيا، يعني ريل تايم زي ما بيقولوا، بالكلام اللي انت بتقوله. فلو انت كنت بتقول حاجة قاسية وفيها تنمر وفيها إهانة، الشخص تعابير وشه هيبان عليها فورا. لو انت بتقول له حاجة كويسة كمان شخص هيبان على تعابير وشه فورا. وايه المشكلة في ذلك؟ المشكلة في ذلك ان انت لما بتشوف تعابير وش الشخص اللي قدامك بتبدأ انت كمان تحس بالانزعاج او ربما الانبساط لو كنت بتقول حاجة كويسة. فانت لو بتقول تعبير قاسي على الشخص اللي قدامك ده وبدأت تشوف تعابير الانزعاج دي ظهر عليه، انت نفسك هتبدأ تفكر، تتراجع، تفرمل. فوش الشخص اللي قدامك هيبقى الفرامل اللي بتهدي لك وتقول لك لا انت بتقول حاجة مش مناسبة، بتقول حاجة قاسية فيها إهانة. السبب الثاني انه مش انت اللي اختفيت، هو اللي اختفى. فالأسطورة بتقول يعني او زي ما الناس بتردد دائما انه الانترنت بيغير فيك انت شيء، بيخليك جريء ان انت مختفي وراء ستار. والحقيقة انه مش انت الشخص المختفي، هو الشخص اللي قدامك الناحية التانية هو اللي بقى مختفي بالنسبة لك. فأنت أصلا مش بتعامله كبني آدم لأنك خلاص معتبره أكنه مش موجود، بتتعامل معاه على إنه مش كيان وإنسان عنده شحم ولحم ودم. لما بتشيل الوش من الشخص اللي أنت بتكلمه الناحية التانية خلاص مبقتش شايف وشه ومبقتش قادر تتخيله، أنت بتنزع عنه هذه الصفة إن هو إنسان، فتبدأ تتعامل معاه على إنه شيء جماد ما عندوش مشاعر، ما عندوش أي حاجة ممكن يتأثر بيها ويحس أي أحاسيس نتيجة الكلام اللي انت بتقوله له. والسبب الثالث انه العين بتحاسبك. الدراسة اثبتت انه مش مجرد الرؤية، لا انت بتبص في عينين اللي قدامك فتفهم تأثير كلامك عليه. فانت مش بس بتشوف تأثير كلامك على الشخص ده، ولكن هو بيقول لك وهو باصص في عينيك ان هو شايفك، هو شايف ان انت اهنته، هو شايف ان انت قلت له كلام جارح فيه الكثير من التنمر عليه. وبالتالي الفعل اللي انت عملته ده اصبح فعل متشاف. الشخص ما بقاش مختفي زي ما هو موجود قدامك على الانترنت. الحقيقه من فتره مش طويله، يمكن 4-5 شهور، عملت تعليق بسيط جدا على منصه اكس اللي هي تويتر سابقا. يعني كانت ناس بتتكلم على استخدام وصلات الانترنت ووصلات الفرجه على الماتشات اللي هي يعني من وجهه نظري وصلات غير قانونيه. بغض النظر مش عايز اخش في الحديث ده مره اخرى، ولكن انا كتبت جمله مكونه من 3 كلمات ان انا ما بستخدمش الحاجات دي لان من وجهه نظري انها سرقه. الحقيقه انه الناس زي ما تكون خدت الجمله ان انا مسكت كل واحد وحطيت عليه
كلمة حرامي. قد يكون الواحد أساء في التعبير سرقة، ولكن أنا ما زلت مقتنع إنها سرقة، لكن مش ضروري تقولها بهذا الشكل يعني. ولكن أنا اتشتمت كمية شتايم، أنا لو كنت فعلا حطيت إيدي في جيب كل واحد فيهم وسرقت ما كنتش غالبا هتعرض لنفس هذا القدر من الشتايم. والحقيقة أبقى كذاب لو قلت لك إن الموضوع ما بيأثرش. الحقيقة البوست اللي أنا بكلمك عليه على إكس ده انتشر لأكتر مثلا من 500 ألف مشاهدة. عدد الناس اللي ردت عليه بالآلاف، الأغلبية عظمى منهم كانوا إساءات وشتايم وإهانات يعني لا حصر لها. وأكذب عليك لو قلت لك إن أنا يومها لما قعدت مع نفسي بالليل حسيت إن أنا مبسوط أو إن الموضوع مش مؤثر فيا، لأن الموضوع بقى مؤثر فيا. وحسيت أنا ليه بشارك في الأحاديث في مكان زي ده، ما أنا الأحسن إن أنا أسكت. وعقبال ما نمت وصحيت تاني يوم الصبح وأدركت إنه الناس دي بشتمتهم بإهانتهم بأداة تجريح كانوا على وشك إن هم يسلبوا مني أنا شيء أنا بحبه. أنا بحب أتكلم وأعبر عن اللي بيدور في خاطري بلا أي نية لاتهام أي حد بيتفرج أو بيقول رأي مخالف، أو بنية حتى إن أنا أغير رأي اللي بيتفرج. أنا مجرد بحب أتكلم عن اللي بيدور في بالي وأنا بفكر في إيه. ومثال على ذلك هذه السلسلة من الفيديوهات. طول الفيديو إحنا بنتكلم على إحساس واحد بس، إنه محدش شايفك. الكلمة اللي أنت بتقولها بتطلع بتروح في الفراغ، لا تسجل أي وجود عند الطرف الآخر، وده مش حقيقي. ده الوهم اللي الشاشة بتبيعهولك وبتخليك مقتنع بيه. الحقيقة أنا حابب هنا أختم بآية من سورة قاف: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لو خدت بالك إحنا الآية بتقول ما يلفظ، يعني اللي أنت بتقوله تقوله بتكتبه نفس المعنى، مش اللي بيضايق الناحية التانية أو بيضايقهمش هو اللي هيكون عنده رقيب وعتيد. لا، أنت كل حاجة بتقولها بقى في الفراغ الإلكتروني، بتقولها وش لوش قدام حد، بتقول لحد وأنت باصص في عينه ولا لأ. هي في الآخر كل شيء مسجل ومكتوب. الإحساس اللي وصل لك إنه الإنترنت والناس اللي موجودة عليه كل شيء مستباح، طالما الناس موجودة على الإنترنت فإذا هم مستباحين للجميع. حتى الناس اللي هي ما بتعملش أي نوع من أنواع صناعة المحتوى لكن بتستهلك الإنترنت كمستخدم زيك زيهم زي أي حد فينا، حتى دول أنت شايف إن هم مش موجودين، ما لهمش أي وجود، مجرد إن هم مختفيين عن عينيك. الحقيقة أنا بدعوك إنك تفكر وتراجع نفسك وتفكر كتير قوي قبل ما تكتب جملة تاخد منك 30 ثانية تدوس عليها سند وتمشي تروح تقضي يومك بشكل طبيعي، ولا أكنك قلت حاجة تسببت في جرح عميق لكثير من الأشخاص اللي أنت ممكن تعلق عندهم تعليق مثير. الحقيقة أنا عايز أسيبك مع فكرة واحدة بس أختم بيها هذه الحلقة. أنت آخر مرة كتبت حاجة على الإنترنت لحد ولما رجعت فكرت فيها لقيت إن أنت كان مستحيل تقول اللي أنت قلته ده أو تكتب اللي أنت كتبته ده لو كان الشخص ده قاعد قدامك عينك في عينه؟ عمرك ما كنت هتقول كده لو كان الشخص ده موجود شحم ولحم ودم قدامك، ولكن أنت بس عملت كده لأنك مش شايفه. تحياتي.